تصريح ناري من كابتن ابو الدهب، خلينا نسمع ونرجع لبعض مره تانية. ان اصابه امام عاشور طبعا اللي اجرى النهارده يعني عمليه ناجحه ان شاء الله يرجع بالسلامه. كانت اصابه اكيد يعني محزنه لمنتخب مصر والجهاز الفني لمنتخب مصر، كابتن حسام حسن اللي اتكلم النهارده عليها، وفي نفس الوقت طبعا محزنه لكولر والجهاز الفني النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده ماتش صعب امام سيمبا يوم 29، وامام من احد اللاعبين المهمين والركائز الاساسيه الحقيقه مع النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نتمنى ان هو يعود سريعا الى الملاعب، لكن خساره كبيره جدا للنادي الاهلي في مباريات مهمه في الفتره القادمه. ادي بنقول اهو امام عاشور، ياسر ابراهيم، الشناوي، ثلاثه مهمين جدا للنادي الاهلي مش هيكونوا متواجدين في المباريات القادمه في دوري الابطال، وطبعا برضو مش موجودين مع منتخبنا الوطني اهو بنتكلم في هذه البطوله، وبالتالي برضو خساره لمنتخبنا الوطني. كابتن ابو الدهب، يعني بعد خروج امام، يعني التغيير اللي حصلت بنزول حمدي فتحي، يعني هل الامور اختلفت؟ لان امام برضو عنده شغل مختلف عن حمدي فتحي الحقيقه انه في بيكمل طريقه اللعب. بيكمل ولا فاروق بيعملها كويس جدا سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب مصر يا فاروق. لكن خليني اقول لك يا طب فاروق، يعني اختيار حمدي ده كان مناسب في التوقيت ده على حسب فكر كابتن حسام لسير اللقاء؟ لا كنت اتمنى، ما هو انت بتلعب، هو كان عايز لازم يقفل الحته ديت الديفندرين. هو منزل حمدي فتحي كان بيلعب جنب مروان عطيه على اساس يقفلها، على اساس يدي براح لقفشه ان هو يتحرك بشكل جيد. لكن انت امام كان بيعملها له بشكل كويس، ان هو بيهاجم وبيدافع بنفس الوقت. لكن خليني اقول لك يا فاروق، نفسي بقى حاجه ان اللعيبه دي تحافظ على نفسها، لان العين عليهم بشكل كبير جدا، خصوصا امام. الفتره اللي فاتت المفروض يقلل من الظهور بتاعه. زي ما تقول يا فاروق، الحسد موجود والدنيا كلها مش انت سايباه في قصدك ان حاله. هو اتحسد عشان اه كده؟ طبعا، لا اتحسد، ده هو ما فيش الا امام. احنا امام دخل طبعا الحمام. الحسد مذكور في ما انا القرآن بقول لك طبعا. الحسد مذكور في القران على فكره. اتمنى ان اللعيبه دي تحافظ على نفسها بشكل جيد، يعني ما بس انت دلوقتي تظهرش. في عصر، لازم انت تظهر. دلوقتي يا كابتن في عصر السوشيال ميديا، ماشي، واللاعبين بس اللعيبه بتتواصل مع ماشي. الجمهور أوكي. دايركت تتواصل مع على الجمهور طول. فين؟ لا انت مش شرط ان انت تتواصل مع الجمهور. مش انت لازم. لعيب. انا لازم، انا حلاوتها ان انا اشوفك في الملعب، اشوفك باداء جيد. الجماهير عاوزه اللعيبه دي تشوفها في الاداء جيد، لكن ما تظهرش بقى في كل حاجه وتعمل لي بقى حاجات كتير بتحصل على السوشيال ميديا، تعمل لي القط وتعمل لي ان انت بتعيط. لا خلاص، اقعد بقى وركز في تمرينك وركز في ماتشاتك الفتره اللي انت فيها، خصوصا ان واحد زي امام هو كان العين عليه من فتره. الحاجه الثانيه اللي زعلتني جدا كميه الشماته اللي في اصابه امام عاشور، شفتها على السوشيال ميديا، وده بيرضي الله عيب. ما احنا كمصريين ما نتمناش اي اللي كان لعيب، سواء زملكاوي او اهلاوي او لا ده اسماعيلاوي. لاعب منتخبنا لا ده الوطني. لعيب منتخب مصر في الاول وفي الاخر. انت لما وابننا بتتكلم على يعني لعيب، لسه برضو احنا محتاجين، لا يا انت محتاجين النوعيه الحقيقيه بتاعت امام. ما يعني انا انا بقول لك، نوعيه امام لا احنا لا محتاجينها. انت محتاجها في الفتره اللي جايه، ولعيب كويس ولعيب هيفرق سواء مع النادي. وخساره كبيره انه مش هيبقى موجود في الماتشات اللي جايه مع النادي الاهلي، لان الراجل بيعتمد عليه بشكل كبير يا فاروق. لكن انا بقول لك عيب، يعني ما يحصلش او ما اتمناش ان انت تشمت في لعيب باصابته. الناس اللي بتتكلم يقول لك يا ريتها مش عارف كانت ايه، حرام، لان ده لعيب عنده اهل وبيت واولاد. فاتمنى ان شاء الله ان الحاجات دي يعني ايه يعني تنقرض من الكره ان المصريه شاء الله. طيب بإذن هرجع للسؤال اللي سالته يا كابتن، هل الله. نزول حمدي فتحي هو كمل الفكر بتاع كابتن حسام حسن لا في سير اللقاء بالنسبه له للمنطقه دي؟ هو كمل بنفس الاداء، لكن امام برضه ما ظهرش بشكل جيد. يعني هل لو لان في لعيب تاني لا بمواصفات مختلفه غير حمدي فتحي لا هو نزل حمدي في فتحي، المنطقه دي؟ هو حمدي فتحي من اللعيبه الاساسيين كمان. انا كنت حاسس ان هو هيشارك بدل قفشه، لكن انت فوجئت ان حسام حسن عاوز يهاجم. وده اللي احنا شفناه سواء من امام عاشور او قفشه، وكان بيحط ان مروان عطيه سبورت ليهم في الحته. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان تعليق كابتن ابو الدهب على اصابه امام عاشور، ورد كان طبعا شديد اللهجه على اصابته، وكل الناس اللي كانت شمتانه رد عليهم الكابتن ابو الدهب، وقال طبعا ان لابد ان اللعيبه دي تكون قافله على نفسها، ما تظهرش على السوشيال ميديا كتير جدا، وان الحسد مذكور طبعا في القران الكريم. وبضم صوته لصوت كابتن ابو الدهب اكيد طبعا في الكلام اللي قاله. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات فضلا وليس امرا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.